يا صباح الخير عليكم، عاملين ايه؟ حط اللايك واشتركوا في القناة لو انت اول مرة تشوفونا. والنهاردة الحد بإذن الله يوم الفري بتاعي، هتلاقوني مجهدة جدا جدا. النهاردة هنروح للدكتور ونشوف خسينا كام في الاسبوع. وكمان عايزة اقول لكم ان كان اخر 3 ايام في الدايت كانوا اصعب 3 ايام عدوا عليا. هنروح نشتري شوية طلبات ونروح نجيب التومين، وبعدين نروح للدكتور ونرجع نشوف بقى ايه هنفطر ايه او نتغدى ايه في الفري النهارده. دلوقتي الساعة 8:30، يا دوب ننزل دلوقتي، بس بصوا الدنيا لسه الشمس مشقشقه معانا، فهننزل ونشوف. ماما قالت لي ايه، اطلعي فوق طلعي لفه الجلاش عشان تلحق تفك، عشان ايه؟ قالت لي هعمل لك صينيه جلاش النهارده باللحمه المفرومه. فانا طالعه فوق بقى عند ماما فوق اطلع صينيه الجلاش. لقينا بقى الجلاش اهو، هحط الماما هنا. لقيتها مطلعه اللبن. بيسو بياكل بس بيسو. باي بينام نوم. بصوا بصوا سبقني ازاي. بصوا يلا يلا انزل، ينزل يقعد. ها يلا يلا انزل، يدي يدي يدي. يلا تعالى. يلا هيطلع المكان المفضل ليه. باي. يلا اخد الشنطة. ده الكوتشي ماما جابتهولي، مش باين هنا. عسل بس مرهقة شوية. فريد ازيك 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 ازيك، عاملين ايه؟ هنا بقى كنت وصلت التومين وجبت الطلبات بتاعه التومين اللي ما بقاش فيها خير خالص. جبنا بقى الزيت وجبنا السكر. وهنا كنت رايحه بقى للدكتور وكده، وبعدين ما عرفتش اصور لكم الاكل يا جماعه. كنت جايه والله العظيم كنت اصحى تاني يا دوب حطيت الاكل اتحط كلت ونسيت نفسي بالتصوير. هنا بقى كنت رايحه للدكتور ولقيت نفسي خدت 2 كيلو او 2 كيلو ونص. عسل عسل يعني. كنت بقى طالعة هنا، وبعد ما خلصت نزلت قلت الحق نفسي ببتهية عشان كنت تعبانة، فخدت واحدة كده وكنت فيها وانا راكبة ومروحة. زي ما قلت لكم انا ملحقتش اصور لكم الحاجات البسيطة يعني. وبعدين قلت احكي معاكم في اخر الليل كده. كنا عاملين بقى هنا جلاش ساده كده من غير اي حاجه، بس ما كنتش ساقياه شربات، انا كنت ساقياه باللبن وعليه سكر كده وغليته وحطيته عليه، كان تحفه.